ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. في موضوع استفزني قوي كده، حبيت ان انا اكلمكم فيه. عن الرجاله اللي هي بتبقى بادئه من الصفر وبعد كده بتعمل مشروع وبتبقى كويسه و يعني انا بتكلم عن الرجاله طبعا. هي مراته بتقف جنبه بتساعده لغاية ما بيقف على رجله، ويبقى راجل معاه فلوس وراجل عنده محلات وراجل عنده وعنده وعنده. وأول ما بيمسك بقى فلوس ويبقى عنده وعنده وعنده يفكر يتجوز عليها. ليه يعني ليه بتفكر تتجوز عليها؟ يعني انت لما ربنا ادالك وهي وقفت جنبك ومعاك بتروح تتجوز عليها؟ يعني هي دي المكافأة بتاعتها؟ بتفضلوا بقى تتحججوا ان هي تعبانة وان هي والعة وان هي متشقلبة وان هي دماغها تحت ورجليها فوق دي كلها مش مبررات ان انت تروح تتجوز عليها وتحرق لها دمها وتعييها وتمرضها وتموتها. يعني خلي عندكم رحمة وخلي عندكم كده ذوق وخلي عندكم أخلاق. ما يبقاش كده، يعني الأسلوب كده، يعني ما تبقاش انت مش لاقي اللضا ولما تلاقي فلوس تروح تتجوز عليها وتحرق لها في دمها. يعني انت لو الموضوع العكس، لو الست هي اللي بتتجوز كذا، يعني لو الست هي اللي الشرع محلل لها أربعة، انت ترضى ان هي تروح تتجوز عليك؟ يعني حط نفسك مكان اللي قدامك، شوف هو بيحصل له ايه، شوف هو دمه بيتحرق ازاي، شوف هو بيتعب نفسيا ازاي. مش كل حاجة انت تاخد الحاجة من ناحيتك انت. لا انا عايز، لا انا عايز، انا عايز. طب ما هي عايزة وهي مستحملاك ومستحملة قرفك ومستحملة آه معاك من الصفر، ومستحمله اما انت كنت مجوعها وبتاكلها فول كل يوم وكانت مستحمله. طب ما يعني انت لما ربنا بقى ادالك استحمل انت كمان، ما تفضلش بقى ان انت تروح تدور على واحده تانية صغيره، واحده تانية حلوه، واحده تانية مش عارف ايه. يعني شوف ان هي برضو مستحملاك. انت مش رشدي اباظه، ما تشوفش نفسك ان انت حاجه، يعني مش كده، وما تترفضش عشان معاك فلوس. ما انت ممكن تترفض وتاخد على قفاك اساسا وتروح تتجوز واحده برضو تقرطسك وتخونك وكده. يعني انت ما تشوفش الحياه ان هي ورديه معاك ان انت تتجوز واحده واثنين وثلاثه. انت مش عاجبك الست اللي معاك وعايز تتجوز عليها، طلقها الاول وبعد كده روح اتجوز براحتك. لكن ما تحرقلهاش في دمها وتقعد تجيب لها واحده وانا رايحه عند مراتي، انا جايه من عند مراتي، انا مراتي ولدت، انا مراتي ماتت، انا مراتي صحيت. ليه يعني؟ ما تحرقش في دمها الست، يا ما عملتش معاك حاجه وحشه عشان تحرق لها في دمها على الفاضي يعني. بس دي كانت رساله للرجاله اللي ما عندهاش دم. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير.